الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج بعقد النية من البيت بالخروج إلى مكة المكرمة، ليقوم بعدها الحاج بالإحرام عند حدود الميقات. وعند وصول الحاج إلى مكة يطوف بالكعبة 7 أشواط ويسمى بطواف القدوم، ثم يقوم بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا للمتمتع، وبعدها يقوم بالتحلل من الإحرام والحلق أو التقصير. أما إذا كان مفردا أو قارنا فلا يتحلل. يوم التروية. لبيك اللهم لبيك. يقوم الحاج المتمتع بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون للمفرد والقارن. ثم المبيت في منى. يوم عرفة ركن الحج الأعظم. يسير الحاج بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، ويؤدي هناك صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر بالذكر والدعاء حتى غروب الشمس، ثم ينتقل إلى مزدلفة ليبيت فيها إلى الفجر، إلا من له عذر ينطلق بعد منتصف الليل. الله أكبر. العاشر من ذي الحجة. يسير الحج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. يقوم في هذا اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصوات، ثم ينطلق إلى مكة يؤدي طواف الإفاضة، ويجوز له تأخير طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد. أيام التشريق. يقوم الحج برمي 21 حصوة للجمرات الثلاث في أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، ثم يقوم بالذبح وجوبا إذا كان متمتعا أو قارنا. الحلق أو التقصير. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعورهم بعد رمي الجمرة الكبرى. طواف الإفاضة. يرجع الحاج إلى مكة لطواف الإفاضة لمن لم يطوف يوم العاشر من ذي الحجة، ويقوم الحاج المتمتع بالسعي بين الصفا والمروة وجوبا، وكذلك الحاج المفرد أو المتمتع الذي أخر السعي. بعد ذلك يقوم الحاج بالتحلل الأكبر، وفيه يحل له ما كان محظورا. طواف الوداع. ينتهي الحج بطواف الوداع لتنتهي مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. حجة البيت العتيق. وكالة الحجر الأسود تتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.